وكافة أبناء الوطن، وكذلك أسرة وأقرباء وذوي الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أدعو جميع أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات التي لا زالت ترزح تحت وطأة هذه الميليشيات الإجرامية الإرهابية إلى أن تفاوض في وجهها ومقاومتها ونبذها. وسيكون جيشنا البطل المرابط حول صنعاء عونا وسندا لهم، فقد وجهنا بذلك. كما أدعو كل قواعد وقيادات حزبنا الكبير المؤتمر الشعبي العام للتوحد خلف قيادتها الشرعية وخلف الشرعية الدستورية التي كانت تستظل خيمة وطنية لكل أبناء الوطن من المهرة إلى صعدة. أحيي بكل اعتزاز وفخر نضالات الشرفاء الأحرار في القوات المسلحة والمقاومة الباسلة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وكل الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الحرة. نحن معكم في خندق واحد وهدف واحد، إنها معركة الجمهورية والثورة والخلاص من الميليشيا الحوثية الأيرانية المتمردة. ليس أمامنا جميعا إلا طريقا واحد لا ثاني له، وهو طريق سبتمبر وأكتوبر والنظام الجمهوري والانتماء العروبي. أتوجه إليكم جميعا بقلب متسامح وبإرادة صلبة لنفتح صفحة جديدة ونخلص يمننا الحبيب وكل ترابنا الطاهر من هذا الكابوس. تعالوا نضع أيدينا بأيدي بعضنا نحو إنهاء تسلط هذه العصابات السلالية الإجرامية والسير نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والكرامة والحرية والمساواة، يمن البناء والتنمية. صنعاء ستنتصر وستعود عربية كما عهد أبنائها بها، وفضل النضال وتضحيات أبناء شعبنا جميعا ودعم ومساندة أشقائنا الكرام في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والشفاء للجرحى. مشاهدينا، هذه كانت الكلمة المسجلة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونعود لنكمل الكلمة. اليمن الاتحادي الجديد. إذا استمعنا إلى هذه الكلمة المسجلة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتحدث فيها عن أن الشعب اليمني يكفيه الذي عاش. هذا الشعب يستحق أن يعيش في هذه المرحلة الجديدة. صنعاء انتفضت، هو الذي يدعو أيضا كل المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية أن تنتفض بدورها، وتوجه إلى قيادات هذا الحزب، قيادات المؤتمر الشعبي العام للتوحد خلف الشرعية للسير معا مع قوات الشرعية لبناء اليمن الجديد. إذا مشاهدينا، حكم علي عبد الله صالح اليمن 33 عاما قبل أن يسلم السلطة عام 2012 بموجب المبادرة الخليجية. حفلت سنوات حكم صالح بالصعاب والأزمات والتحالفات المتناقضة، آخرها مع ميليشيات الحوثي الإيرانية التي اغتالته بدم بارد. ليس في سيرته الذاتية صديق دائم ولا عدو أبدي. علي عبد الله صالح الزعيم كما يلقبه أنصاره، والراقص على رؤوس الثعابين كما يحب أن يقال عنه. ولد صالح عام 42 في قرية بيت الأحمر في منطقة سنحان بمحافظة صنعاء لأسرة بسيطة. استطاع ابن صنعاء أن يشق طريقه في العسكر والسياسة. على مدى 43 عاما حكم صالح دولة اليمن بنسختيها، فهو سادس أو آخر رؤساء الجمهورية العربية اليمنية التي حكمها بين عامي 78 و 90، وأول رئيس للجمهورية اليمنية 2004 و2010 باعتبارهم قوات خارجة عن النظام، ثم عاد وتحالف معهم. عام 99 انتخب صالح رئيسا لليمن في الاقتراع الرئاسي، لكن الأمر لم يستتب له، إذ شهد اليمن بروز معارضة في الشمال وتململ في الجنوب، ثم ظهر تنظيم القاعدة، ظهورا استثمره صالح لضبط الداخل وجذب اهتمام الخارج تحديدا الغرب.
ونجح في ذلك ليصور نفسه في الصفوف الأمامية في الحرب على الإرهاب. لم يستطع صالح المحافظة على ضبط الأوضاع الداخلية، فبدأ الغليان في الشارع عام 2011، وخرج اليمنيون مطالبين برحيله وببعض الإصلاحات من دون أن يتعاطى معها على قدر جدية المطالب، فكان أن تعرض لمحاولة اغتيال مطلع يونيو من ذلك العام. أصيب صالح بحروق بالغة وتوجه إلى السعودية للعلاج، وهناك جاءت المبادرة الخليجية لتكون مخرجا لأزمة اليمن، فسلم صالح السلطة بعد سنة كاملة من الاحتجاجات محتفظا بالحصانة لنفسه من أي ملاحقة قانونية. رغم استقالته من رئاسة البلاد احتفظ صالح بسلطته على الجيش، واستخدم هذه السلطة إضافة إلى تحالفاته القبلية، وتعاون مع الحوثيين للانقلاب على الشرعية اليمنية والسيطرة على صنعاء في سبتمبر 2014. وبعد مرور 2.5 عام على ذلك الانقلاب، حاول صالح استخدام الفرصة الأخيرة للعودة إلى طريق الحل، بعدما أدرك أن الميليشيات الحوثية الخاضعة لإيران تستفرد بالسلطة، فما كان لميليشيات الحوثي الإيرانية إلا أن اغتالته وبدم بارد، وكانت آخر معاركه إعادة العروبة إلى صنعاء وتحريرها من الإيرانيين. اغتالت ميليشيات الحوثي الإيرانية الرئيس اليمني السابق بدم بارد، ومثلت بجثته بعد أن تم اعتقاله حيا برفقة عدد من قيادات حزبه. نتابع. هكذا اغتيل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، حيث تم استهدافه من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية. وبحسب المصادر تمت ملاحقة صالح برفقة عدد من قيادات حزبه، ومنهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، والأمين المساعد القيادي ياسر العوضي، واللواء محمد عبد الله القوسي. وأفادت المصادر أن فور توجه موكب صالح ومرافقيه من شارع الستين إلى بلدة سمحان جنوب صنعاء لاحقته نحو 20 مركبة عسكرية من ميليشيات الحوثي، واستمرت الملاحقة لحد وصول الموكب قرب قرية الجحشي. أطلقت ميليشيا الحوثي الإيرانية النار نحو السيارات التي كان يستقلها صالح وقيادات من حزبه، مما أدى إلى مقتله من قبل الميليشيات المتمردة. وبحسب مصادر عسكرية فإن عارف الزوكا قتل أيضا، بالإضافة إلى القيادي ياسر العواضي واللواء محمد عبد الله القوسي، فيما يكتنف الغموض مصير العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد قوات المؤتمر الشعبي. يشاركنا في حوار هذه الساعة من القاهرة وكيل وزارة الإعلام اليمنية صالح الحمادي، وينضم إلينا أيضا من